السلام عليكم ورحمة الله طلبة ثانوية عامة. المفروض إن إحنا كان الأسبوع ده عندنا حصتين، كان عندنا حصة يوم الاثنين وكان عندنا حصة يوم الخميس اللي هو النهاردة. فهل إحنا حصة الاثنين ضاعت؟ لا، يعني ماشي خلاص، حصل ظروف طارئة ومعرفناش ننزلها، ولكن عشان كده النهاردة إن شاء الله رب العالمين هننزل حصتين سكيلز. الحصة دي اعتبرها بتاعت يوم الاثنين اللي فات، والحصة اللي هتنزل كمان شوية اعتبرها اللي هي بتاعت يوم الخميس، عشان خلاص يعني طالما خدنا قرار يبقى بنمشي عليه. حصل ظرف برضو مش هنخليه ان هو يبوظ لنا الخطة اللي احنا ماشيين بيها، لا برضو يعني المفروض الاسبوع ده ننزل حصتين، فهينزلوا الحصتين النهاردة ان شاء الله رب العالمين. والحصة كده كده بتكون خفيفة يعني ما فيهاش اي حاجة. طيب النهاردة انا هحل معاك قطعة يعتبر صعبة شوية. القطعة ديت هي جت السنة اللي فاتت لثانوية عامة في الامتحان بتاعهم، وكانت القطعة ديت كانت مشكلة عندهم شوية، فاحنا هنحلها. هو مش هيجيب لك نفس القطعة ديت في الامتحان، ولكن هنستفيد منها بكلمات كتيرة جدا 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 ممكن تجي لنا في قطعة تانية، ممكن تجي لنا في ترجمة ترانسليشن. احنا مش بنحل عشان هتجي لنا نفس القطعة، لا، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنعلي الحصيلة اللغوية زي ما قلت لك في كل حصة. طيب بالنسبة للناس اللي بتسأل بخصوص ثالثة ثانوي، انت عندك زي ما قلت لك عندك 3 حصص نازلين للمكثف، 3 حصص مكثف نازلين على المنصة، دول على الترم الاول كله، فيهم كل حاجة حرفيا، من كلمات، من جرامر، من برضو اللي هي أسئلة الرايتنج سكيلز، من القصة، كل حاجة فيها حرفيا، وفيها شرح وفيها حل كتير جدا جدا. في ال3 حصص دول لو انت واقف في اي حاجة في الترم الاول او مذاكرتش اي حاجة في الترم الاول، حرفيا ال3 حصص دول لو خلصتهم انت مش عايز حاجة تاني من الترم الاول، بس انت بس يعني شد حيلك واعرف خلصهم، لان الحصة تلاقيها دسمة كده وكبيرة جدا، بس عشان ما سيبناش تفصيلة واحدة. يعني احنا اعتبرناها مش مراجعة، لا، احنا اعتبرناها ان ما فيهاش اي تفصيلة تخرج، فلو اي حد ما ذاكرش اي حاجة فال3 حصص دول حرفيا كافيين جدا 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 ليك ان انت تذاكر الترم الاول وتراجع عليه في نفس الوقت، لان في كمية حل رهيبة قوي قوي. طيب تعال نتوكل على الله ونفتح القطعة بتاعتنا النهاردة ونبدأ نقرأ فيها. بسم الله. اول حاجة بيقول لي اسمى. خليني بقى اضحكك، يعني عارف طلبة ثانوية عامة كانت بتقول السنة اللي فاتت على اسمى ديت، كانوا بيقولوا ان هي قرأوها يعني استحمى. بص انت متخيل قرأوها استحمى؟ لا، هي ما اسمهاش استحمى، هي اسمى. طيب يعني ايه اسمى ديت بقى؟ بص يا سيدي، اسمى ده مرض. طيب مرض ايه؟ مرض الربو. عارف مرض الربو اللي هو الكحة الكتير ديت، والناس اللي عندها كحة على طول دي اسمها مرض الربو، اسمها ايه؟ اسمى. طيب تعال بقى نترجم. بيقول لي اسمى اللي هو مرض الربو has يعني له a long history يعني تاريخ، و long يعني طويل، of evolution. يعني ايه كلمة evolution ديت معناها تطور، يعني له تاريخ طويل جدا من التطور. before قبل it was categorically defined. لا، يعني ايه الكلام ده؟ بص، يعني بيقول لك ان هو كان بيتطور كتير او له تاريخ طويل من التطور before قبل it was categorically defined. يعني ايه define؟ يعني يتم تعريفه. تاني، defined يعني يتم تعريفه، وcategorically اللي انت شايفها دي معناها بقى ايه؟ معناها بشكل قاطع. وما تكسلش، ما تقولش ان هي عشان كلمة صعبة، لا، ممكن تجي لك في ترجمة translation. يبقى تاني categorically معناها ايه؟ بشكل قاطع، وdefined يعني يتم تعريفه. قبل ما يتم تعريفه بشكل قاطع، بعد كده بقول لي the earliest mention، يعني اول the earliest ديت معناها اقدم او اول mention ذكر لايه بقى؟ للrespiratory distress. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، كلمة respiratory distress ديت كده على بعضها، تعال نكتبها هنا، معناها ضيق التنفس. تاني respiratory distress معناه ضيق التنفس. بس خليني أعرفك حاجة، respiratory ديت هي دي اللي معناها التنفس،
والdistress اللي هي دي اللي معناها ايه؟ ضيق، فعلى بعضها ضيق التنفس. and wheezing. يعني ايه wheezing؟ بص، wheezing ديت يعني التنفس بصوت. يعني ايه التنفس بصوت؟ عارف انت الناس اللي عندها ضيق التنفس فتلاقي عارف انت صوتهم كده، ضيق التنفس بيخليهم يصفروا كده، صوت صدرهم بيصفر وبيعمل صوت، دي اسمها wheezing. فبيقول لك بقى ان اول ذكر، يعني اول حد ذكر لنا عن ضيق التنفس او التنفس اللي هو بصوت عالي دوت was found، يعني وجد in 2600 BC، يعني سنة 2600 قبل الميلاد in China في الصين. بعد كده بيقول لي it was treated، يعني تم علاجه. تاني was treated تم علاجه by عن طريق herbs ديت معناها الأعشاب. تاني herbs ديت معناها الايه؟ الأعشاب. يعني تم علاجه بالأعشاب till حتى the 1950s، يعني حتى الخمسينيات بتاعت القرن العشرين. when عندما some tablets، عندما بعض التابلتس ديت اللي هي الأقراص، عارف القرص الدواء ده بسميه تابلت، عندما بعض الأقراص and adrenaline injections والحقن بتاعة الادرينالين were invented تم اختراعها. يبقى كلمة injection ديت اللي هي معناها الايه؟ الحقن. طيب بعد كده بيقول لي asthma is an inflammatory disease. طيب disease احنا عارفينها ان هي معناها مرض. طيب كلمة inflammatory ديت معناها بقى او inflammatory معناها ايه بقى؟ معناها التهابي. تاني التهاب او التهابي معناها inflammatory. فبيقول لك ان هو مرض التهاب، مرض التهابي يعني. طيب ليه بقى؟ قال لك of the airways ديت اللي هي الشعب الهوائية. تاني يعني بيقول لك ان هو مرض التهاب للايرويز للشعب الهوائية of the lungs ديت اللي هي الرئتين. يعني هو مرض بيبقى التهاب للشعب الهوائية اللي موجودة في الرئتين. يبقى أهم حاجة تكون عارف إن airways ديت معناها الشعب الهوائية، lungs اللي هي الرئتين، وكلمة inflammatory ديت اللي هي معناها التهاب، وطبعا أسمى اللي هي مرض الربو. بعد كده بيقول لي it is characterized. يعني إيه characterized؟ يعني بيتم تمييزه. تاني it is characterized يتم تمييزه by عن طريق variable and recurring symptoms. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، شايف كلمة symptoms دي معناها أعراض. تاني symptoms معناها ايه؟ أعراض. طيب recurring ديت معناها متكررة. اكتب معايا تاني recurring معناها ايه؟ متكررة. والvariable ديت معناها متغيرة. يبقى عايز يقول ان بيتم تمييز المرض دوت عن طريق symptoms أعراض، recurring يعني متكررة، variable متنوعة أو متغيرة. reversible airflow obstruction. يعني ايه الكلام ده؟ obstruction ديت معناها عرقلة. تاني obstruction معناه ايه؟ عرقلة. airflow معناه تدفق الهواء. شايف كلمة airflow ديت معناه تدفق الهواء. reversible يعني العكسي. reversible معناه ايه؟ عكسي. فبيقول لك عرقلة تدفق الهواء العكسي. بعد كده بيقول لي with normal temperatures مع درجات الحرارة النورمال العادية. بيقول لي it is one إنه واحد of the most common diseases، يعني واحد من أكثر، the most دي اللي هي أكثر، common دي معناها شيوعا، أكثر الأمراض شيوعا. كلمة common ديت معناها شائع. فبيقول لك واحد من أكثر الأمراض شيوعا of children للأطفال. ولكن adults معناها البالغين. تاني الناس البالغين بنقول عليهم ايه؟ adults. بيقول لك ولكن البالغين برضو can have asthma، ممكن يصابوا بالأسمة اللي هو مرض الربو. 2 item. بعد كده بيقول لي asthma causes، يعني مرض الربو ده causes بيسبب wheezing يعني ضيق التنفس أو التنفس بصوت كده. وكمان breathlessness. يعني ايه breathlessness؟ يعني ضيق التنفس برضو. والchest tightness يعني ضيق الصدر.
كلمة tightness ديت معناها ضيق، وكلمة chest اللي هي الصدر، فعلى بعضها ضيق الصدر اللي هي chest tightness. أهم حاجة تكون عارف إن tightness ديت معناها ضيق، وكمان بيسبب ضيق الصدر and coughing يعني عارف انت الكحة او السعال. بعد كده بيقول لي at night بالليل or early او مبكرا in the morning في الصباح. خلي بالك عشان هيسألنا سؤال في الحتة ديت، هيقول لك هي الناس اللي هي بتعاني من الربو بتبقى تعبانة اكتر امتى؟ فهم بيكونوا تعبانين at night بالليل او early in the morning يعني في الصباح. طيب بعد كده بيقول لي genetic environmental، هتشيل بس R ديت هتخليها and، يعني عايز يقول ان الجينيتك دي معناها وراثي. تاني كلمة genetic امشي معايا واحدة واحدة وهنترجم الجملة كلها على بعض دلوقتي، بس اهم حاجة بس ان انت كل كلمة تكون عارف معناها، عايزين نستفيد من معاني الكلمة. genetic ديت معناها وراثي، environmental اللي هي بيئي جاي من environment اللي هي البيئة، and occupational factors. طيب امشي بقى معايا واحدة واحدة. factors ديت اللي هي عوامل، occupational ديت معناها مهنية. تاني occupational معناها ايه؟ مهنية، يعني بيقول لك العوامل المهنية، وكمان الانفايرمنتال البيئية والجينيتك الوراثية بيقول لك are main causes، يعني هي أسباب، causes دي معناها أسباب، main رئيسية for asthma لمرض الربو. بعد كده بيقول لي if you have asthma يعني لو كان عندك أسمة أو لو أنت بقى عندك أسمة اللي هو مرض الربو you will suffer أنت سوف تعاني from it منه all the time طول الوقت. يعني عايز يقول إن مرض الربو دوت هو مرض مزمن. بعد كده بيقول لي you will have asthma attacks، يعني بيقول لك أنت سوف يكون عندك asthma attacks يعني نوبات الربو. نوبات الربو، نوبة دي يعني وقت كده بيبقى المرض تعبك جدا، دي اسمها النوبة. فالتاكس اصلا بالمعنى الحرفي بتاعها معناها هجمات، التاكس هجمات، بس هنا بمعنى نوبات. فبيقول لك انت هيكون عندك نوبات الربو only فقط when something، خلي بالك بس when ديت او when هم كاتبينها غلط، المفروض ديت تبقى when اللي هي عندما. فبيقول لك عندما هيكون عندك النوبة ديت عندما something شيء ما bother معناها يضايق أو يزعج. تاني bother معناه إيه؟ يضايق أو يزعج، يضايق أو يزعج your lungs الرئتين بتوعك. بعد كده بيقول لك the attack يعني النوبة happens بتحدث، يبقى خلي بالك attack هنا معناها النوبة بس هي ممكن تيجي بمعنى هجمة. فبيقول لك النوبة بتحدث in your body's airways يعني بتحدث في اللي هي المجرى الهوائي اللي موجود في البادي اللي في الجسم. airways ممكن تيجي بمعنى الشعب الهوائية وممكن تيجي بمعنى برضو اللي هي المجرى الهوائي. which are the paths والتي هي الباثز اللي هي الطرق that carry أو الممرات that carry التي تحمل air الهواء to your lungs للرئتين بتوعك. as the air يعني لأن الهواء moves بيتحرك through your lungs بيتحرك يعني خلال الرئتين بتوعك. the airways يعني الطرق أو الممرات الهوائية أو الشعب الهوائية become بتصبح smaller بتصبح أصغر. بعد كده بيقول لي during أثناء an asthma attack يعني أثناء النوبة بتاعت مرض الربو. loss air gets in يعني بيقول لك في هواء مفقود بيكون داخل and out وبيكون خارج of your lungs من الرئتين بتوعك. يعني بيقول لك مش بتاخد هواء كامل يخش جوه وبرضه مش الهواء كامل بيخرج بره من الرئتين بتوعك. طيب تعالى ننزل تحت. بعد كده بيقول لي people الناس can control الناس تقدر تتحكم في الأسمة في مرض الربو by عن طريق avoiding عن طريق تجنب some things بعض الأشياء that may lead التي ربما lead to تؤدي إلى إليها or what we can call أو اللي ممكن نسميها asthma triggers. يعني إيه كلمة triggers؟ triggers ديت معناها محفزات.
تاني triggers معناه ايه؟ محفزات. يعني بيقول لك ابعد عن الاشياء اللي احنا بنسميها محفزات الاسمى او محفزات الربو. They are different يعني هي مختلفة، المحفزات دي مختلفة from someone من شخص ما to another لآخر. But there are ولكن هناك some common ones ولكن هناك يعني محفزات common شائعة. زي ايه بقى؟ قال لك as مثل tobacco smoke زي دخان التبغ، dust mites يعني اللي هو الذرات بتاعة الغبار أو العف بتاع الغبار، والoutdoor air pollution وتلوث الهواء outdoor الخارجي. خلي بالك outdoor ديت معناها خارجي. وايه كمان؟ قال لك pets ديت اللي هي الحيوانات الأليفة، mold يعني العفن أو التعفن، واللي smoke الدخان from burning wood من الخشب، wood الخشب، burning المحترق، or grass أو العشب المحترق. يبقى خلي بالك mold ديت معناها التعفن أو العفن. بعد كده بيقول لك and infections والعدوى like مثل flu مثل الانفلونزا. flu ديت معناها الانفلونزا، وكلمة infection ديت معناها عدوى. بعد كده بيقول لي أسمى اللي هو مرض الربو can be treated يمكن علاجه. treated هنا جاب معنى يتعالج، يمكن علاجه by breathing عن طريق تنفس أو استنشاق بعض medicines بعض الأدوية or taking أو أخذ some pills بعض الأقراص. خلي بالك pills ديت معناها أقراص الدواء أو ناخد بعض أقراص الدواء according to وفقا ل the doctor's advice نصيحة الدكتور بتاعنا. بعد كده بقول لي the effect يعني الأثر of these two ways الأثر بتاع الطريقتين دول of medication بتاعة العلاج. كلمة medication ديت اللي هي العلاج. فبيقول لك الطريقتين دول بقى من العلاج الأثر بتاعهم can be either يعني ممكن يا إما to have a quick relief يعني ممكن يكون راحة سريعة أو control يعني تتحكم في إن أنت يكون عندك راحة سريعة to ease عشان تسهل أو تبسط the symptoms الأعراض of an asthma attack بتاعة النوبة بتاعة الربو or to have أو يكون عندك أو إن هي يعني يكون أثرها a long control يعني تحكم على المدى الطويل أو تحكم لفترة طويلة to have fewer and milder attacks عشان الاتاكس اللي هي النوبات تكون milder يعني تكون أخف وفيور وتكون أقل كمان. طيب احنا هنخش نحل، بس الأهم مش الحل، الأهم إن كل الكلمات اللي كانت واقفة قدامك ديت تكتبها في كشكول. لان مثلا ممكن يجيب لك موضوع تاني طبي تاني مثلا، بس في كلمات من هنا يبقى جايبها جوه القطعه، فانت هتستنفع بالكلمات الكتير اللي انت عرفتها مثلا عن موضوع طبي زي دوت، عشان لما يجي يجيب لك موضوع طبي تاني تلاقي نفسك قادر انك تترجم شويه. طيب اول سؤال بيقول لي بقى according to the passage بالنسبه للقطعه asthma is a او an a disease يعني هو مرض A. هل مرض blood يعني مرض في الدم؟ لا. طيب chronic يعني ايه بقى كلمة chronic؟ هي دي بقى اللي كانت الحل. chronic ديت معناها مزمن. الأسمى اللي هو مرض الربو ده مرض مزمن كان قالها في القطعة، يبقى chronic ديت صحيحة. لكن accidental دي معناها بالصدفة كده أو بالحادثة لا، وheart يعني مرض في القلب برضه لا، لكن هو مرض مزمن. يبقى اكتب عندك chronic ديت اللي هي معناها مزمن عشان يجيبها لك في قطعة تانية. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following أي من اللي قدامك أو أي من الsentences الجمل اللي قدامك can summarize تقدر تلخص the first paragraph اللي هي أول قطعة. أول قطعة كانت عمالة تتكلم إن مرض الربو دوت كان ليه تاريخ طويل، وإن كان زمان بيعالجوه بالأعشاب لحد ما اكتشفوا الأقراص واللي هي الحقن بتاعة الأدرينالين. فالإجابة الصح عندك اللي هي over its long history يعني على مدار over هنا معناها على مدار تاريخه الطويل asthma has had
أسمى كان لديه أو المرض الربو كان لديه different treatments، يعني كان له أو لديه treatments يعني علاجات different مختلفة، فهي دي الإجابة الصح. طب بقية الإجابات معناها إيه عشان عايزين نترجم؟ أسمى اللي هي مرض الربو is a deadly disease يعني مرض مميت. deadly دي معناها مميت، هو مرض مميت that can't be treated اللي ما ينفعش ان هو treated يتعالج. لا ما قالش الكلام ده في القطعة. طيب asthma has a long history، قال في القطعة ان مرض الربو له تاريخ طويل، فممكن حد يتسرع ويختار دي. لا ليه؟ لان قال in the middle east يعني في الشرق الاوسط. هل هو جاب سيرة الشرق الأوسط أصلا في القطعة كلها؟ لا، فبرضه دي غلط. طيب الإجابة دي there are many causes يعني هناك أسباب عديدة. causes ديت معناها أسباب of being infected لكونك مصاب with asthma بمرض الربو. لا ما ذكرش ديت في القطعة الأولى. القطعة الأولى اللي هي الحتة دي. بص لما يجي يقول لك الباراجراف الأول يبقى بص على أول قطعة بس جوه المقال اللي هو مديهولك او جوه القطعه الكبيره اللي هو مديها لك. طيب السؤال اللي بعده كان بيقول according to the passage بالنسبه للقطعه او وفقا للقطعه all of the following كل اللي قدامك دوت can be causes ممكن يكون اسباب للأسمى للربو except ما عدا ايه. يعني كل اللي قدامك دوت وممكن يسبب الأسمى اللي هي مرض الربو ما عدا ايه. هل herbs الأعشاب هي الأعشاب بتسبب مرض الربو؟ لا طبعا، فدي كده ممكن نقول إن دي اللي صح. طب ليه؟ لأنه هنا كان بيقول except دي معناها ما عدا، يعني هو بيقول لك كل دول بيسببوا مرض الربو ما عدا إيه؟ فالأعشاب أكيد طبعا ما بتسببش مرض الربو. أمال الباقي بقى dusty weather اللي هو الطقس. dusty دي معناها به غبار، ده ممكن يسبب مرض الربو. طب air pollution اللي هو تلوث الهواء، ممكن ده يسبب. smoking التدخين، برضو ده ممكن يسبب. يبقى الحاجة الوحيدة اللي هي ممكن ما تسببش او اللي مش بتسبب اللي هي الهيربس الأعشاب، لأن دي أصلا دي اللي بتعالج مرض الربو. السؤال اللي بعده كان بيقول the main idea الفكرة الرئيسية of the passage القطعة is ايه؟ تعالى ما نشوف. هل القطعة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة إن new medicines إن الأدوية الجديدة to treat asthma لعلاج المرض الربو have been discovered اكتشفت recently حديثا. هل القطعة كلها عمالة تتكلم إن إحنا حديثا اكتشفنا له علاج؟ لا، ده قال بس في آخر القطعة خالص كام سطر كده إن إحنا اكتشفنا علاجات وخلاص. فلا مش دي الفكرة الرئيسية بتاعت الباسج كلها. طيب هل أسمى مرض الربو is an old disease يعني هو مرض قديم with different symptoms بأعراض مختلفة and causes وأسباب مختلفة؟ ممكن نقول فعلا إن هو كان عمال بشكل رئيسي عمال يتكلم عن إن مرض الربو ده مرض من زمان جدا، وعمال يتكلم عن السيمبتومز اللي هي الأعراض بتاعته، وكمان بيتكلم عن الكوزز اللي هي الأسباب بتاعته. ممكن نقول قطعة بتتكلم عن كده أو نقول إن دي فكرة رئيسية للقطعة. طب تعال نشوف برضو الباقيين. عندي أسمى اللي هي مرض الربو is a mild disease. بص mild دي خلت الإجابة غلط. ليه؟ mild دي معناها خفيف. تاني كلمة mild ديت معناها خفيف. طب الإجابة اللي بعدها أسمى مرض الربو أو أسمى attacks اللي هي نوبات الربو are very dangerous يعني هي خطيرة جدا to children للأطفال at night بالليل. هل دي الفكرة كلها بتاعت القطعة؟ لا، ده قالها بس في سطر واحد من القطعة، فمش هنقدر نقول إن دي الفكرة العامة أو الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أسمى مرض الربو as a disease كمرض can be controlled ممكن يتم التحكم به as long as طالما. as long as معناها طالما. فبيقول لك طالما people الناس keep away بيبعدوا from ايه؟ بيبعدوا عن ايه؟ يعني ممكن ان احنا نتحكم فيه طول ما الناس بعاد عن ايه؟ هل بعاد عن its symptoms؟ بعاد عن السيمبتومز اللي هي الاعراض، يعني طول ما احنا بعاد عن الاعراض بتاعته يبقى احنا كده نقدر نتحكم فيه؟ لا. طب treatments العلاجات بتاعته، هل لما نبعد عن العلاجات ده يخلينا نتحكم فيه؟ لا برضو. ولا هو كان قال في القطعة التريجرز. يعني ايه تريجرز؟ تريجرز ديت معناها محفزات.
مرض الربو يتم التحكم به طالما الناس كانوا بعاد عن المحفزات بتاعته. المحفزات ديت زي مثلا التدخين، زي الغبار، كل الكلام اللي هو قاله في القطعة. المهم ان حل القطعة كله او حل السؤال ده كله في كلمة triggers انت تكون عارف معناها. triggers ديت معناها ايه؟ محفزات. لكن airways اللي هي الشعب الهوائية. طيب السؤال اللي بعده ننزل بس كده. السؤال اللي بعده بيقول لي النقط is not considered، يعني لا يعتبر، خلي بالك not من النفي، لا يعتبر one of asthma symptoms، يعني لا يعتبر واحد من السيمتومز اللي هي الأعراض بتاعت الأسمة اللي هي مرض الربو. مين اللي لا يعتبر من أعراض مرض الربو؟ هل fever ديت اللي هي الحمى، هل هو كان قال في القطعة إن الحمى ديت اللي يعرف أنت السخونية العالية دي من أعراض مرض الربو؟ لا، ده كان قال الكحة وضيق التنفس والحاجات اللي ليها علاقة بالصدر، وطبعا ده بيسبب إرهاق، فلا ما قالش إن الحمى دي من أعراض مرض الربو، فهي دي الإجابة الصح. طب بقية الاختيارات fatigue ديت معناها إيه بقى؟ معناها إرهاق أو تعب. التعب والإرهاق بنسميها إيه؟ fatigue. طيب wheezing قلناها في القطعة اللي هي التنفس بصوت أو ضيق التنفس، يعني ضيق التنفس أو التنفس بصوت بنسميها إيه؟ wheezing. طيب coughing اللي هو السعال، فأكيد السعال ده من أعراض الربو، والويزنج ضيق التنفس من أعراض الربو، والفاتيج اللي هو التعب والإرهاق من أعراض الربو، لكن الحمى ما قالهاش جوه القطعة. السؤال اللي بعده بيقول لي people الناس who suffer from اللي بيعانوا من الأسمة مرض الربو can be more relieved، يعني ممكن يرتاحوا أكتر. تاني more relieved ديت معناها مرتاح، وكلمة more أكثر، يعني ممكن يكونوا مرتاحين أكتر from its symptoms من الأعراض بتاعته إيه، وعايز يحط لي بقى، عايز يحط لي ميعاد معين. هو قال لي إن الناس بتتعب قوي إمتى؟ كان قال لي في القطعة at night بالليل، وكان قال لي كمان in the morning في الصباح، يبقى دي الأوقات اللي بيتعبوا فيها قوي. هو بقى بيقول لي بقى ايه؟ الناس اللي بتعاني هيكونوا مرتاحين اكتر امتى من الاعراض؟ فهل تعالى بس احنا عايزين نحذف اي حاجه من الاختيارات يكون فيها at night، لان هم بيتعبوا في النايت بالليل وبيتعبوا في المورنينج، يبقى اكيد الاجابه بي دي مش هينفع اختارها، لانه بيقول لي مرتاحين اكتر امتى؟ لا، ده في الايرلي مورنينج بيكونوا متعبين اكتر، وطبعا ميد نايت اللي هو منتصف الليل فده بالليل فبرضه بيكونوا تعبانين اكتر. وعندك ميد داي اللي هو في منتصف اليوم، وعندك داون دوت اللي هو الفجر، فالفجر ده يعتبر بالليل برضو، فلا برضو هنقول ان بالليل بيكونوا تعبانين، يبقى at midday في منتصف اليوم بيكونوا مرتاحين اكتر، لكن بيكونوا تعبانين الصبح وبيكونوا تعبانين بالليل، يبقى اكيد في منتصف اليوم بيكونوا مرتاحين اكتر. اخر سؤال كان في القطعه دي كان بيقول لي a person الشخص with asthma بمرض الربو، اللي عنده مرض الربو يعني in a contaminated environment. خلي بالك هي دي الحل كان في الكلمه دي. contaminated ديت معناها ملوث، بتساوي ايه؟ بتساوي polluted برضو معناها ملوث. فبيقول لك الناس او الشخص اللي عنده الربو في to avoid عشان يتجنبوا its symptoms الاعراض بتاعته، يعني المفروض يعملوا ايه عشان يتجنبوا الاعراض بتاعته في البيئه الملوثه؟ هل mustn't ما ينفعش do يعملوا mental jobs، ما ينفعش يعملوا وظائف mental؟ كلمه mental ديت اللي هي معناها ذهنيه، ايه علاقه الوظائف الذهنيه باعراض مرض الربو؟ لا طبعا. طيب mustn't ما ينفعش do يعملوا violent exercise، ما ينفعش يعملوا تمرين عنيف، violent ديت معناها عنيف برضو لا. البيئة الملوثة أكيد لازم يرتدي ماسك، لازم يعمل حاجة زي كده، فدي لا. طيب must keep لازم إن هو keep يعني يحتفظ بيه أو يربي pets ديت اللي هي الحيوانات الأليفة at home في البيت، لا طبعا، ده المفروض ان الحيوانات الأليفة دي من المحفزات بتاعت مرض الربو، فلا. ولا must wear يجب او لازم ان هو يرتدي a face mask، يعني يرتدي اللي هي الكمامة ديت او الفيس ماسك اللي هو غطاء الوجه، يبقى هي دي الإجابة اللي كانت صح.
خلي بالك انت في الامتحان دايما بيجيب لك قطعتين، قطعة بتكون صعبة تقيلة شوية وقطعة بتكون سهلة جدا جدا جدا. يعني هتلاقي في الفيديو اللي جاي احنا بنحل القطعة التانية اللي كانت جايه في الامتحان، القطعة دي كانت سهلة قوي قوي. كانت بتتكلم عن عيل كده كان بقصة، بتكون قصة كده، عيل عمال يقول ان في ذئب في ذئب والناس عمالة تصدقه. فدايما بيكون في قطعة تقيلة قوي وقطعة بتكون سهلة قوي، فدي القطعة اللي كانت التقيلة قوي. فاحنا بنقعد نعمل على مدار الحصص ديت ان احنا عايزين ننمي الحصيله اللغويه بتاعتنا عشان نبقى مستعدين لاي حاجه تحصل. يعني احنا مش هينفع نقول القطعه دي مهمه لازم تركز عليها، لا ما ينفعش نعمل كده، دي يعني تكهنات ملهاش اي لازمه. احنا عايزين ننمي حصيلتنا اللغويه. فهو المستشار بتاع الماده اللي بيحط الامتحان هو طالب منك ايه؟ طالب ان اللي يحل القطعه، يعني هو بيحط قطعه صعبه عشان اللي يقدر يحلها هو اللي عنده حصيله لغويه كويسه، واللي عمال يقرا كتير على مدار السنه وعمال يحل كتير على مدار السنه، فبالتالي ده اللي يقدر يحل. مش كل الناس هتحل القطعه الصعبه دي، لكن اللي عمال يحل قطع طول السنه وعمال يقرا في مواضيع كتير طول السنه هو ده اللي بيلاقي الموضوع هو سمع عنه شويه فبيقدر يحل عليه. طيب تعال نحل لنا بقى جملتين ترجمه. عايز اقول من تربى ايه ده، تعالى بس نمسح كده الكلام دوت. عايزين نقول من تربى من الشباب على الاخلاق الحميده من الصعب ان يتاثر بما يسمعه او يراه من سلوكيات سيئه مهما كانت طبيعه هذه المؤثرات. طيب من تربى من الشباب، تعالى بس نشوف هو عمال يقول ايه. it's difficult it's difficult it's difficult it's difficult. طبعا انت هتقول كلهم زي بعض، لا ليه؟ عندك هنا دي اختصار ل it is اللي هي فعلا معناها انه، وهنا نفس النظام برضو it is اللي هي انه. لكن it's دي و it's دي دول صفات ملكية، لا انا مش عايز صفة الملكية اللي هي دي، لكن انا عايز انه اللي هي معناها it is او اختصارها it's اللي هي apostrophe s. فالإجابة A ودي كده غلط. طيب بعد كده بيقول لي الإجابة B بقى، بيقول لي for youth للشباب. كلمة youth ديت اللي هي للشباب، وهنا نفس النظام who were brought up، وهنا بيقول لي have brought up. اختار مين بقى؟ اختار have brought up ولا were brought up؟ الأول بس brought up ديت اللي هي التصريف الثالث من فعل bring up. bring up ديت معناها ايه؟ يربي. تاني bring up معناها ايه؟ يربي. هل انا عايز اقول من يربي من الشباب ولا من تربى من الشباب؟ تربى من يعني الشباب اللي تربوا. هل الشباب ربوا نفسهم ولا الناس هي اللي جت تربيهم؟ الناس اللي جت تربيهم. يبقى الشباب دول هم مش فاعل في الجملة، مش subject في الجملة، لا هم object مفعول في الجملة. فالمفعول يبقى كده انا عايز احط الجملة في صيغة الباسيف اللي هي صيغة المجهول. طالما انت ما عندكش هنا بيتكلم عن الشباب، فالشباب ده مش الفاعل، ده الاوبجكت المفعول، يبقى لازم تحط صيغة الباسيف المجهول. طيب تعال اما نشوف بقى هل دي صيغة المجهول ولا have brought up صيغة المجهول. الإجابة سي غلط. ليه؟ لأن المفروض لو أنا عايز أحط have، لو أنا عايز أحطها في صيغة الباسيف المجهول لازم أحط بعدها been وبعد كده أحط التصريف الثالث اللي هو brought up. هنا مش حاطط be، فعشان كده دي مش صيغة باسيف. لكن بص بقى الإجابة B، حاطط where وبعدها brought up دي في التصريف الثالث. فوير وبعدها التصريف الثالث عامله زي واز وبعدها التصريف الثالث، دول صيغ الباسيف بتوع زمن الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. فهي دي صيغه الباسيف، يبقى هي دي الاجابه الصح. بس احنا عايزين برضو نترجمها عشان نستفيد منها بكم كلمه. فبيقول لي اللي اتربوا on على good morals. كلمة morals ديت معناها أخلاقيات أو أخلاق. تاني morals معناها أخلاق. to be affected يعني يتأثروا by the bad behaviors. كلمة behaviors ديت، شايف behaviors ديت دي معناها سلوكيات، وباد اللي هي السيئة. they hear اللي هم بيسمعوها or see أو بيشوفوها whatever يعني أيا كان أو مهما. تاني whatever معناها أيا كان أو مهما
the nature of these effects، يعني nature دي معناها طبيعة، these effects يعني هذه الآثار are يعني ما هي طبيعة هذه الآثار. فأهم حاجة لو في كلمة كانت واقفة معاك في القطعة دي برضو اكتبها في كشكول. أو القطعة دي إيه؟ لا إحنا بنتكلم في جملة ترجمة. طيب تعال نحل برضو جملة الترجمة التانية. فبيقول لي human beings ديت معناها البشر. تاني human beings البشر عندك في ثالثة ثانوي. بيقول لي should be satisfied يعني يجب أن يكونوا satisfied. بص satisfied دي ممكن تيجي بمعنى راضي أو قانع. راضي بحاجة أو قنوع بحاجة بنقول عليه إن هو satisfied with what they have يعني قانعين بما they have يملكوه in their lives في حياتهم as لأن the value قيمة كلمة value اللي هي قيمة لأن قيمة of many things للكثير من الأشياء they have اللي هم بيمتلكوها is only known بتتعرف only فقط when they are lost لما بتفقد أو لما بتضيع. تعال نشوف بقى مين فيهم اللي جاب نفس المعنى. أول اختيار بيقول لي يجب على الناس أن يكونوا راضيين بما لديهم في حياتهم لأن قيمة الكثير من الأشياء التي يمتلكونها تعرف فقط بعد ضياعها. فنقول له ان دي اجابة صحيحة. نبص على الاجابة اللي بعدها يجب على الناس ان يكونوا قانعين. ماشي اقول له satisfied دي معناها قانعين عادي بما لديهم في حياتهم لان قيمة الكثير من الاشياء التي قد يمتلكونها. بص قد دي عاملة زي ربما دي كده حاجات احتمالية اللي هي بتترجم بmay او might او could. هل انا عندي في الجملة may او might او could؟ لا ده انا عندي have على طول. يبقى كده مش عايز اقول قد ديت خلت الاختيار غلط. يبقى تاني اعرف ان قد ديت عاملة زي ربما دول احتمالية. فالاحتمالية بنعبر عنها may او might او could. طب الاختيار اللي بعده ينبغي. ماشي ينبغي دي عاملة زي يجب على الناس ان يكونوا قانعين بما ليس لديهم. لا المفروض ان هو قال في القطعة هنا او قال في الحتة ديت قالها ايه. بص تعالى كده نشوفها. قال ان هما should be satisfied with what they have يعني باللي بيمتلكوه. مفيش هنا نفي فعشان كده الاجابة جيم غلط. طيب الإجابة د بيقول لي يجب على الناس أن يكونوا راضيين بما ليس لديهم. برضو دي خلت الإجابة غلط عشان هو ما قالش ليس النفي ديت مش موجودة أصلا. طيب دي كانت الترجمة بتاعتنا. تعال نروح نخش بقى ونكتب مقال مع بعض. تعالى بقى نروح نخش على المقال ونكتب بقى مقال. فالمقال اللي عايزين نكتبه المرة دي ان you should always ان انت يجب ان انت دايما develop ان انت تنمي your skills مهاراتك. لازم تنمي دايما مهاراتك. تعالى لما نكتب يلا المقال يا سيدي. بسم الله. اولا بس تعالى فكرني كده بالكام حاجة اللي احنا بنقولهم في كل مرة. هفضل اقول بص زهقت من هفضل اقول عشان بص تصمهم كده لان بيجي عليهم اسئلة في اخر السنة. يلا يا سيدي قول معايا. نجيب بس القلم كده. المقال الإيساي يتكون من عدد من حاجة اسمها الباراجراف اللي هي بنسميها الفقرة أو الفقرات. طيب يلا قول معايا. الباراجراف دوت لازم يكون في بدايته مسافة فاضية في أول سطر. يعني إيه مسافة فاضية في أول سطر؟ هنشوفها وإحنا بنكتب دلوقتي. لو أنت أول مرة بتشوفنا فأنت هتفهم. طيب وقلنا برضو ان لازم بداية الجملة لازم نبدأ بحرف يكون كابيتال ولازم طبعا ان الجملة ننهيها نهاية الجملة يا اما فول ستوب نقطة يا اما لو كان سؤال question mark علامة استفهام. تعال بقى نمسح كل الكلام ده ونكتب المقال بتاعنا. نبدأ كده بسم الله ونقول مثلا ان احنا عايزين نقول ان كلنا بنحتاج ان احنا ننمي مهاراتنا ونكون مرنين في حياتنا العملية عشان نكون مستعدين ان احنا نغير وظائفنا لو كان هناك فرص افضل في مكان ما. نكتب الكلام ده ازاي؟ بص يا سيدي الاول دي كده اول فقرة بنكتبها اللي هي فقرة الانترودكشن اللي هي فقرة المقدمة. تمام. فالفقرة لازم في بدايتها أسيب مسافة فاضية. عايز أقول بقى كلنا نحتاج أن ننمي مهاراتنا. يلا كلنا أقوم بادئ كده بكابيتال وأقوم قايل we
all يعني كلنا نحتاج أو ما إليه need to نحتاج إلى نحتاج إن إحنا ننمي مهاراتنا. يبقى كلمة ينمي اللي هي develop اللي هي دي. طيب develop إيه بقى؟ مهاراتنا، حاجة تخصنا، قلناها 100 مرة. لما تيجي تتكلم عن حاجة تخصنا نقوم قايلين إيه؟ our، وكلمة مهارات اللي هي skills يبقى our skills. طيب ونكون مرنين يبقى أقوم قايل and، نكون هقوم قايل be، ومرن اللي هي كلمة flexible اللي هي معناها مرن flexible مرن. طيب في حياتنا العملية أقوم قايل in، وبتكلم عن حياتنا حاجة تخصنا أقوم برضو قايل ايه our، والحياة العملية بتتكتب كده working life. تاني حياة عملية working life. طيب لنكون مستعدين لنكون هقوم قايل to be، مستعدين هقوم قايل prepared. طيب to be prepared. أن نغير وظائفنا هقوم قايل to نغير change بالشكل ده. وظائفنا بتكلم عن وظائفنا حاجة تخصنا مايل our، ووظائف اللي هي jobs. طيب لو كان هناك فرص أفضل، لو اللي هي if، كان هناك بتكتب كده there are. تاني there are كان هناك. طيب فرص أفضل هترجم أفضل الأول لأن دي الصفة، احنا بنكتب الصفة قبل الاسم. فأفضل اللي هي better بالشكل ده، وكلمة فرص اللي هي opportunities اهي opportunities. طيب في مكان ما، بص في مكان ما بنكتبها كده elsewhere معناها في مكان ما. خلصت فول ستوب على طول نقطة. طيب عايز اخش بقى في فقرة تانية جديدة اللي هي جسم الموضوع او البادي بتاع الموضوع، واقول مثلا ان تعليمك والخبرة ربما يجعلوك مؤهلا لتتقدم لوظيفة. يلا يا سيدي هنبدأ برضو، المفروض هنبدأ كده فقرة جديدة، بنسيب مسافة فاضية كده في أولها ونبدأ حرف كابيتال الجملة. تعليمك والخبرة، يلا أو مايل تعليمك أو مايل your، بتكلم عن حاجة تخصك أو مايل your وتعليم اللي هي كلمة إيه؟ education. طيب your education. طيب عايز أقول إيه؟ والخبرة أو مايل and experience والخبرة. مالهم بقى؟ عايز أقول ربما يجعلوك، ربما أو قايل may يجعلوك، يجعل اللي هي make، وبتكلم عنك أنت يجعلوك أنت يبقى ربما يبقى may make you. لو بتكلم عنك أنت يبقى أقول make you يجعلوك أنت مؤهلا. كلمة مؤهلا اكتبها كده eligible. تاني eligible ديت معناها إيه؟ مؤهلا. خلي بالك الكلمة دي مهمة eligible مؤهلا لتتقدم لوظيفة أو قايل حرف اللام اللي هو to يتقدم ليه اللي هي apply for، ووظيفة أو قايل a job. طيب خلصت الجملة فول ستوب اوعى تنساها. عايز أقول برضو لو أنت تريد أن تصبح ناجحا في حياتك العملية يبقى قوم بادئ الجملة بحرف كابيتال أو قايل if. أنت تريد أو قايل you want. لو أنت تريد أن تكون ناجحا يبقى to be successful بالشكل ده. successful ديت اللي هي ناجح في حياتك العملية يبقى قوم قايل in your. طب ليه كتبت your؟ عشان بقول حياتك أنت، بتكلم عن حاجة تخصك أنت يبقى in your، والحياة العملية لسه كاتبينها فوق اللي هي working life. طيب عايز اكمل بعدها طبعا if لازم احط قامه كده قبل ما ابدا الجمله الثانيه. هقوم قايل انت سوف تحتاج نوع اخر من المهارات، او قايل انت you سوف تحتاج will need. طيب هتحتاج ايه بقى؟ نوع اخر. يبقى اقوم قايل نوع اخر، اترجم اخر الاول او نوع مختلف، ممكن نشيل الاخر دي ونخليها مختلف. اقوم قايل a different بالشكل ده different ديت اللي هي معناها مختلف، والنوع اللي هي kind يبقى a different kind من المهارات. يبقى قوم قايل of
skills بالشكل ده. التي من المحتمل، التي ديت اللي هي that. طيب من المحتمل ان انت تنميها، ما ينفعش اترجم من المحتمل الاول، لازم اشوف that ديت هيجي وراها جمله، فانا بتكلم عنك ان انت اللي هتنميها، يبقى بتكلم عنك انت، يبقى قوم قايل you. طيب you هقوم قايل بقى ايه من المحتمل، هقوم قايل are. تعالى بس نمسح كده الحاجات ديت عشان بس نعرف نكتب كده في السطر اللي تحت. انزل ايوه كده، امسح كده، تمام. بس كده، بس يعني احنا بوظنا خالص، يعني المفروض دي مدار الوقت عشان بس ايه تبقى شايف الحاجه. ايوه كده. طيب من المحتمل يبقى اقوم قايل you are likely، ولا هات القلم الاسود، likely to اللي هي معناها من المحتمل ان تنمي، يبقى اقوم قايل develop بالشكل ده على مدار الوقت، اقوم قايل over time. تعالى بس كده نمسح ديت over time بالشكل ده. خلصت الجمله فول ستوب اللي هي النقطه. خلي بالك انت مش لازم تكتب الجمله، يعني اوعى تحفظ. انت المفروض بس ان انت ايه بتحاول تاخد مني افكار، بتحاول تشوف مثلا لو جاب لك موضوع زي ده فانا اديتك كام فكره ممكن تكتبه، فانت هتلاقي بايدك بقى بتعرف تكتب. يعني انت المفروض تكتب المقال ده مره واتنين كده مع نفسك، بعد ما تخلصوا معايا عادي ممكن تغير انت كلمات، مفيش مشكله، انا بديك افكار تكتبها. طيب عايز اكمل واقول ان هذه المهارات هي ما تجعلك قابلا للتوظيف. يلا يا سيدي تعال نجيب القلم، هنبدا بحرف كابيتال ونقوم قايلين these اللي هي معناها هؤلاء، بس هؤلاء للجمع لان المهارات ديت جمع، فما ينفعش اقوم قايل this، لا خليها these عشان هنا بتكلم عن جمع. والمهارات طبعا اللي هي skills، تمام، هي ما تجعلك، يبقى اقوم قايل هي ديت عشان بتكلم عن جمع، اقوم قايل are. ما تجعلك يبقى اقوم قايل what، ما ديت اللي هي what، واقوم قايل make you، what make you قابلا للتوظيف. قابلا للتوظيف ديت اللي هي employable، ديت كلمة عندنا في ثالثة ثانوي employable اللي هي قابلا للتوظيف. خلصت الجملة طبعا لازم تحط الفول ستوب. طبعا عايز اقول ان اصحاب العمل عادة يريدوا ان يروا انك انت، وكمل كده. طب تعالى بس نشوف بس اصحاب العمل، هنبدأ الجملة ونعملها برضو كده بحرف كابيتال employers. طيب عايز اقول عادة يريدوا او قايل usually، عادة يريدوا او قايل want to، يريدوا ان هم ايه يروا انك انت بالفعل، يبقى want to see يرى انك، هقوم قايل that you انك انت بالفعل تمتلك، يبقى اقوم قايل بالفعل اللي هي already بالشكل دوت، تمتلك اقوم قايل have. مهارات اخرى او مترجم اخرى الاول اللي هي other، ومهارات اللي هي skills مثل soft skills ديت اللي هي المهارات اللي عامله زي مهارات التواصل، مهارات العمل تحت ضغط وهكذا. يبقى اقوم قايل like مثل soft skills. يبقى تاني ايه هي السوفت سكيلز؟ اللي هي المهارات اللي عامله زي مهارات التواصل، واللي هي مهارات العمل في فريق وهكذا، اللي هي المهارات اللي انت ما بتتعلمهاش في المدرسه، اللي هي الدنيا بتعلمها لك واللي سوق العمل بيعلمها لك. طيب تعالى بقى ايه كفايه كده ونعمل الفقره بتاعه الخاتمه. فطبعا فقره الخاتمه ديت اللي هي بنسميها فقره الكونكلوجن. كونكلوجن ديت معناها خاتمه. طبعا دي فقره زي اي فقره، فلازم نبدا بمسافه فاضيه بالشكل دوت ونبدا. احنا دايما بنكتب كده في الخاتمه بنقوم كاتبين in conclusion بالشكل دوت، او ممكن تقول to sum up، او ممكن تبدا الخاتمه وتقول to conclude بالشكل دوت، كلهم بنفس المعنى اللي هي في الخاتمه او ختاما، وتقوم حاطط وراهم قمع. طيب انت يجب ان تطور مهاراتك، انت اللي هي يو يجب، فهنا انا بنصحه نصيحه قويه شويه وما قايل له ايه must، تطور
برضو كتبناها كتير develop. طيب مهاراتك قوم قايل your skills بالشكل ده، وبشكل خاص اللي هي especially بشكل خاص السوفت سكيلز قوم قايل soft skills بالشكل ده، مثل مهارات التواصل قوم قايل such as مثل مهارات التواصل قوم قايل communication skills. تاني مهارات التواصل اسمها communication skills. ومهارة العمل تحت ضغط قوم قايل and مهارة حاجة قوم قايل the skill of. تاني the skill of اللي هي مهارة حاجة. طب مهارة ايه بقى؟ العمل قوم قايل working. العمل تحت قوم قايل under. ضغط قوم قايل pressure ديت اللي هي معناها ضغط. خلصت طبعا لازم تحط الفول ستوب، واوعى تنسى الفول ستوب بتاعتك. طبعا اوعى تعمل زيي، اوعى تيجي مثلا في بداية الفقرات وتقوم حاطط شرطة كده عشان تعرفوا ان دي مسافة فاضية. كل مرة بقول لك الكلام ده اوعى تعمل كده، يعني الحاجات ديت اللي هي المسافة الفاضية ديت اوعى تعمل زي كده وتعمل شرطة. وبرضو اوعى ان انت تكتب له كذا حاجة جنب بعض كده زي ما انا عامل في الحتة ديت وتقوم عامل له سلاش كده وتقول له كذا او ممكن نعمل كذا. لا، انت تكتب الحاجة بس اللي انت عايز تكتب. طبعا انت اكتب بقى المقال ده بايدك مرة واثنين وثلاثة، اكتب نفس الافكار دي برضو مرة واثنين وثلاثة بحيث تثبت في دماغك وبحيث تستفيد من الكلمات بتاعتها. فلو جات لك في قطعة تعرف تترجمها، جات لك في ترجمة تعرف تترجمها، عايز تكتبها في مقال برضو تعرف تكتب. اشوفكم على خير في الحصة اللي جاية ودمتم بخير.